اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم حبايبنا في حلقة جديدة من قناتكم قناتنا أرياف ومدن. لو أول مرة تشوفي قناتنا أرياف ومدن اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زيك. هنعمل مع بعض بقى النهاردة صوص الفراولة، بما ان بقى احنا في موسم الفراولة وموجودة كتير جدا في السوق. هنجيب الفراولة بتاعتنا وهنعمل بيها صوص لأحلى طرط. ممكن كمان تعملي وتشيليه في الفريزر، في كيس كده في الفريزر او في ازازة في التلاجة، بس طبعا اللي في التلاجة ما بتقعدش كتير يعني. هنبدأ بقى نجيب الفراولة بتاعتنا، احنا بنبقى غاسلينها كويس جدا من الرمل، وبقطعها 2 بالشكل ده. بشيل الحتة الخضراء بتاعتها وبقطعها 2. صوص الفراولة يا جماعة من الحاجات الحلوة جدا اللي ممكن تحشي بيها التورت، تحشي بيها جاتوهات، كمان تحطيها على وش الكيك لو انتي مش عايزة تكلفي يعني، فانتي ممكن تحطيها على وش الكيك هتبقى حلوة جدا. وطبعا انتي بتتحكمي في ان الصوص بتاعك يكون خفيف او تقيل. هنشوف مع بعض الطريقة ويا رب الحلقة تعجبكم. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوا قناتنا ارياف ومدن اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زيك. زي ما احنا شايفين بقى احنا لسه مستمرين في تقطيع الفراولة. هتبقى اي كمية، انا عندي تقريبا كده كيلو او كيلو الا ربع من الفراولة، هنقول كيلو من الفراولة. تغسليها كويس جدا علشان بيبقى فيها رمل، يعني بتنقعيها بشوية مية كده الاول وبعد كده بتبدأي تغسليها واحدة واحدة. خلصنا كل الفراولة اللي معانا وقطعناها. هبدأ انزل ب5 معالق من السكر علشان يبقى الحلو بتاعي بتاع الصوص بتاعنا يكون مظبوط. عندي نص كوباية من المية. عندي كمان باكو من الجيلي الفراولة بس طبعا انا مش هحطه دلوقتي. هنبدأ بس نحط الفراولة والسكر والمية على البوتاجاز. اول ما بنشوف الريم ده بقى بنبدأ نشيله واحدة واحدة كده. الصوص معنا بيتقل. عندي بقى نص كوباية من المية، حط عليهم معلقتين من جيل الفراولة، بيديني لون حلو جدا جدا لصوص الفراولة. هبدأ اقلب، كل ما يظهر معايا ريم بقى هبدأ اشيله. انت طبعا يا بنات انتوا ممكن تعملوا خطوة واحدة بس، انا عاملة هنا في الفيديو خطوتين. ان انا قطعت الفراولة وهبدأ حطيت جيل الفراولة عليها وبعد كده هبدأ اضربها في الخلاط وبعد كده هرجع احطها على النار تاني. انت ممكن تستغني عن كل الطرق دي وممكن تعمليها عصير الاول، يعني بربع كوباية من المية كده في الخلاط علشان يبقى العصير بتاعك تقيل، وابدأي صفيه وابدأي حطي 5 معالق سكر وحطيهم على النار. وبعد كده بعد شوية لما تحسي ان هو بدأ يتقل معاكي انزلي عليهم بنص كوباية من جيل الفراولة، عليهم معلقة كبيرة من جيل الفراولة ونص كوباية من المية، وسيبيه يتقل معاكي وبعد كده هيبقى احلى صوص. بس انا عملت الخطوة دي علشان خاطر انا عايزة قطع الفراولة بتاعتي، يعني انا هقسم الصوص بتاعنا ده نصين، نص هبدأ احشي بيه التورتة بتاعتي علشان يبقى فيها قطعة من الفراولة كده وتبقى مستوية، او احط منه على وش التورتة. وكمان بس كل ما يظهر معايا ريم بقى هبدأ اشيله.
هنا الصوص بتاعي بقى بعد ما سيبته برد، شايفين بقى تقل معايا. فانتوا ممكن تكتفوا بيه على كده. بس انا هضربه هقسمه نصين، نص هضربه في الخلاط والنص التاني هاخده في قطع كده علشان خاطر احشي بيه التورته بتاعتي. فانتوا ممكن تستغنوا عن الخطوه دي. شايفين بقى ما شاء الله تقيل وحلو جدا جدا. وكده يبقى صوص الفراولة بتاعك جاهز معاكي. حابة تقليه زيادة عن كده بتسيبيه شوية على النار، او ممكن تربطيه بمعلقة صغيرة من النشا، بس انا ما بفضلش طبعا معلقة النشا دي بصراحة، بيقلب معايا كده يعني مهلبية فراولة. دلوقتي انا هقسم الصوص بتاعنا. شايفين بقى يا بنات بعد ما قسمته وضربته في الخلاط، عصير طماطم بقى، عبارة عن عصير طماطم. طبعا مش هينفع الصوص بتاعنا كده. هبدأ احطه بقى على النار ياخد له غلوة كمان. شايفين عصير طماطم خالص. هبدأ نحطه تاني على النار وبتدوقيه بقى، يعني حابة تزودي شوية سكر كمان مفيش مشكلة. في ناس بيحبوه وده النص التاني بقى اللي انا هحشي بيه التورته بتاعتي. يلا بينا بقى نحطه على النار تاني. هو هياخد غلوة واحدة وبعد كده هيكون جاهز معي. شايفين ما شاء الله احلى صوص فراولة ده ولا ايه؟ وصوص المانجا كمان يا بنات بيتعمل بنفس الطريقة، بس طبعا بتعمليه عصير الاول وبعد كده بتصفيه علشان ما يبقاش فيه اي شوائب. وبعد كده بقى بتحطي عليه سكر، وعلى النار ممكن تحطي جيلي مانجا. وبكده بقى يبقى الصوص بتاعنا جاهز وزي الفل. لا احلى تورت تحطيه على وش التورته، تحشي بيه تورت، حاجه كده في منتهى الجمال. دلوقتي الفراوله ماليه السوق وجميله جدا ما شاء الله. الفراوله حلوه قوي السنه دي. هي غاليه شويه بس يعني هنتغاضى، كل حاجه غاليه يعني. المهم يا رب حلقه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش اشتراك في القناه ولايك للفيديو وتعليق حلو زيك. يا رب الفيديو يكون عجبكم باذن الله تعالى. متشكره جدا. مع السلامه.